السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين معاكم كريم كين جيمنج او كريم جيمنج. والنهارده فيديو جديد من سلسلة ماينكرافت. والنهارده عندنا هنكمل بناء البيت. وطبعا قبل ما نعمل اي حاجة خلينا نخش في الموضوع على طول، وهقول لكم كل حاجة في خلال الفيديو. فخلونا يلا بينا كده على طول نبتدي الفيديو. طبعا زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا قلت لكم ان انا هجمع كميه خشب كبيره خلف الكواليس. فطبعا انا جمعت الكميه دي من الخشب. تمام. طيب حاليا هنكمل في بناء البيت. احنا محتاجين 35 مثلا. هنعمل 35 دول دلوقتي، ماشي، ونعملهم سلاب. هسيب بس الستين بلوك دول، مش هعمل استاكين. بس احنا مش محتاجين سلاب، بس ممكن نزين بيهم البيت مثلا. يعني نحط، لا مش كده خالص، لا في الشمس لسه. طيب نحط هنا مثلا كده 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 كده. اوكي ماشي. حاليا هنبتدي في بناء البيت. المفروض انه البيت هيكون مثلا من البلوك دي. ماشي. اوكي دلوقتي نطلع 4 بلوكات. مش المهم ان هم شكلهم 5، صح؟ مش نمشي بقى لحد هنا مثلا. نقوم عاملين كده برضو 4 بلوكات، 5. ماشي، بس عشان نخليهم مع 4. اوكي حسبنا هنا فرق 1 2 3. هنسيب هناك 1 2 3. البيت هيبقى صغير جدا. طيب خلينا نروح نعمل اكس بسرعة عشان الاكسات كلها اتكسرت. انا عملت اكسات واتكسرت. طيب خلينا دلوقتي نعمل اكس بس من الايرون. يلا بسرعة. اوكي هنعملها من اول بلوك هنا. ايه ده؟ مش للدرجة دي. هنعملها من اول بلوك هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا. مش يعني كده 1 2 3. 1 2 1 2 3 1 2 3. اوكي دلوقتي هنخليهم نوصلهم ببعض. اوكي ثانية واحدة. بقول كويس جدا ان انا اصلا خليت الفرق كده، لان هيبقى الفرق بابين او لا باب واحد كمان. حلو اوي الحظ ده. الوجه ده طبعا مش هيبقى كده. نوجه الباب مثلا ممكن بنبقى موسعة كمان. ماشي ولا ايه؟ انا شايف ان اقفل. لا قدنا هتلاقي دلوقتي. خلينا نروح ننام ونرجع نكمل
في اليوم اللي بعده. اوكي ماشي، لسه الشمس غروب، بعدين ننام. دلوقتي هننام ونرجع نكمل تاني الموضوع. نجيب بسرعة 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 عشان نكمل. اوكي لسه خلص، ملحقناش حتى. طب هناخد مثلا نص دول ونعمل كده وكده. يلا بينا. اوكي احنا اظن ان احنا هنحتاج سند. السند يعني هنروح الصحراء. طيب خلينا دلوقتي طيب نعمل السقف من السلاب. بسرعة بس بسرعة. مهاراتي في البناء عالية جدا على فكرة. بسرعة 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 بسرعة. استنى البلوك كلها تنكسر. جاتلي فكرة حلوة. فكرة حلوة فعلا. احنا ممكن نخلي أضلاع البيت دي ثانية، يعني لو جبنا دي مثلا كده كده كده، احنا عاملين بدلها كده، شكلها يبقى أحلى صح. طيب بسرعة 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 دي دول كمان. كسر 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 كسر. اوكي نزل. احنا دلوقتي نروح للصحراء. معانا احنا الشغل مش محتاجين شغل، نعمل شغل برضو مشكلة. ماشي. محتاج حبة، ممكن مثلا يعني حبة حلوين. يلا بينا على طول على طول على طول على طول. اجري اجري. عدينا البحر. اجري بسرعة بسرعة بسرعة. وصلنا الصحراء. ايه ده؟ كهف كمان. طيب هستخدم مجموعة من الساند تكون كويسة علشان نقدر نخلي البيت شكله أحلى، وكمان يبقى لو كده حتى البيت تحس شكله من بعيد حلو. حلو حلو حلو. كسر كسر. الكلام ده إذا معانا مش حلوين اوي دلوقتي، بس نروح ثانية واحدة. هروح للبيت وهرجع لكم تاني يا شباب
بعد ما رجعت للبيت على طول المفروض ان احنا اصلا نسيح. اوكي في لحمة هنا حلو، هو ده نسيحه. طيب اقول له حبة على المسيح. خلينا نعمل باب. انا نقط بيعمل الباب ازاي؟ اوكي ماشي 3 ابواب لكن مش حلو. نطلع بقى على طول فوق، نحط كده. جاتلي فكرة حلوة انا لو طلعت فوق ثانية. عايزة اطلع فوق. انتوا عارفين انا عايزة اعملها على شكل ايه؟ ماشي استنى. انا عايز اعملها على شكل ايه؟ السلم كده ثانية اللي هو كده. دي 3 4. هنا على مكان الباب بيكون كده ماشي. 5 ودي كده دي بس ايه ده؟ دي كده دي 6. هناكل كده بنشبع بسرعة جدا. طيب بقى نعمل 5 و4 كده. دي كده 5 4 3 2 شكله بقى أحلى. والله شكله بقى أحلى صح. هنطلع فوق تاني عشان نكمل بقى. بس ايه خلينا نكمل على طول. تحت لفوق بقى نعمل كده. افتح بس كده هنا. انا هعمل نفس العملية وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما عملت الجزء ده شكل البيت. بس انا نسيت اشيل الحتة دي. ماشي خلينا نشيلها. وشكل البيت شايفه بقى جامد اوي مستوي. طيب احنا دلوقتي نجيب ده 47 حلو اوي. ماشي نجيب ايدي افتح. هو اصلا لو اتكسر ما بيرجعش. اوكي ثانية واحدة. خد اخر حبة. بس كده شكل البيت. المفروض ان البيت كده كامل. فاضل بس انه ننقل الاغراض بتاعتنا من هنا لفوق. طيب دلوقتي كده نبدأ نطلع بقى فوق.
ونحط هنا مثلا ثانية واحدة، هنا نحط السرير جنبيه الكرافتنج تيبل، جنبيه هنا ده. وخلينا نعمل تشيست واحد، ثانية تشيست تيجي هنا عادي. هنا نحط بقى كل الأغراض اللي معانا. بس ده هدا عشان احنا عايزين صح، مش هدا برضه. بس انا هحطها هنا واحط له البتاع عشان ينطبخ. طيب دلوقتي احنا هنكسر الشيست ده، ناخد كل الموارد ونطلعها فوق. اصلا ما فيش مواد كتير اصلا في الشيست ده. استنى، اوكي وبكده عملنا اللي احنا عايزين نعمله، هو ان احنا يكون عندنا بيت لينا في لعبة ماينكرافت، وده شكله دلوقتي. طيب المفروض ان الحتة دي برضه احنا يعني مش مطمن ممكن، بس احنا حاطين شمع يعني مش هيحصل حاجة. اوكي تمام ماشي. بيت من جوه حلو، مطل على الصحراء، مطل على الأشجار، مطل على الجبال، مطل على كل النواحي ما عدا الناحية دي. فأنا شايف إن البيت كده حلو أوي. مش كده الحتة دي إن أنا عملتلها سقف كده، فمش هنعرف نعمل بلكونة، فيلا مش مشكلة عادي. ده كده هو شكل البيت من ورايا، ايه رأيكم؟ فكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. عارف انه ممكن يكون قصير، بس ان شاء الله يعجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك، ومتنسوش تدعوا لاخواتنا، وسلام.